السلام كبيدات ديالي زوينين، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هاد الفيديو هذا وهاد ستوري اللي بغيت نحط لكم بغيت نقول لكم فيه كاملين شكرا بزاف على التعازي ديالكم، وشكرا بزاف على الخوف ديالكم عليا وعلى الام ديالي، انما باش ما تبقاوش واخدين واحد الفكره غلطه بان حنا امي كنقولوها على امي ماما. وكيف ما سبق لي هضرت لكم في لي فيديو اللي قبل بزاف المرات كنت هضرت بان انا امي اللي توفات هذيك هي كل شيء بالنسبه ليا، هي حياتي وهي عينيا وهي الروح باش كنتنفس، وهي اللي رباتني وهي اللي كبراتني وهي اللي سهرات عليا وهي اللي دارت عليا بزاف د الحوايج. حيت انا كنقول كيف كنقولوا حنايا واخا كيخوننا التعبير بعض المرات، ماما غير ولدات ولكن امي اللي ربات. امي ربات كيف قلت لكم، ماما غير ولدات، امي اللي ربات، امي اللي كبرات، امي اللي هزات، امي اللي سهرات، امي اللي دارت بزاف د الحوايج. دونك انا فقدت واحد الانسانه اللي فقدت معاها حياتي كامله، ماشي يعني هذيك الانسان اللي مشات. وكنشكركم بزاف كاملين على الحب ديالكم وعلى التعازي، ويسمحوا لي الناس اللي ما جاوبتش، ويسمحوا لي الناس اللي ما قدرتش نرد عليهم، حيت صراحه الله صعيبه بزاف. شكرا ولهلا يعطيكم الاحزان اللي نكون معكم فيها، لهلا يعطيكم شي حاجه اللي تحزنكم، الله يخليكم ديما في الافراح وفي المسرات. غير انا بغيت نوضح واحد القضيه بان راه ماشي ماما ملكه اللي توفات، الله يطول في عمرها والله يخليها ليا، ولكن راه توفات ليا شي حاجه اللي كتر بزاف بالنسبه ليا. غير هو عافاك بلا دوك الكومونتيرات اللي وصلوني اليوم، راني واصله لواحد المرحله اللي ديالت بلا ما نشرح بزاف، راكم عارفين كل شيء. بلاش عافاكم، بلاش من دوك الكومونتيرات السلبيين، راكم كتقصحوا الانسان كتر ما هو مقصح. انا ماما باقيه في الحياه الله يطول في عمرها، وراني كنكافح معاها، ماما مريضه فعلا، ماما مريضه، وانا شفت الكومونتيرات ديالكم خوفكم عليا وعلى ماما، لانني زعما ديما كنبارطاجي معكم، حيت بحكم ماما مريضه كدير الدياليز، وهاني معاه هنا وهاني معاه هنا، وكنضرب تماره على قبل ماما. ولكن ما انتم اللي ما عارفينش تقدروا ترجعوا الفيديوهات القدام وتشوفوني الطريقه باش كنهضر على امي الله يرحمها اللي ماتت، لدرجه انني انا راني ما استوعبتش انها ميته. ما بقيتش كنبغي ندخل حتى البلاصه فين كتجلس ولا فين كتنعس، بكثرت ما كنبقى نتفكرها في كل دقيقه. ولكن البنات راه الوقت ما كترحمش، راه الزمان ما كيرحمش، راه الكميه ديال الكومونتيرات السلبيه اللي اليوم اللي لقيت راه ما يمكنش. كيف قلت لكم امي متي مسكينه مشات الله يرحمها والله يوسع عليها يا ربي ويغفر لها ويلحقنا لها مؤمنين. ياك شوفوا البنات الله يرحم لكم الوالدين، انا الا خرجت نخدم حيت ما عنديش علاش نجلس، ما عندي حتى حد في كتافي اللي يعاونني، وما عندي حتى حد اللي يهز معايا الحمل هزاه بوحدي. وإلا جلست انا ما خدمتش ما كاين اللي يوكل ليا ولادي، وإلا جلست انا ما خدمتش ما كاين اللي يداوي ليا امي من غير الله سبحانه وتعالى. وإلا جلست انا ما مشيتش اديت الواجب مع الناس، راني غادي نمشي القانون راه ما كيرحمش الناس، راهم عاطين رزقهم باش انا نمشي نحيي لهم ديك الحفله. ما يمكنش الناس يبقاو صابرين عليا انايا حتى نكمل واحد الشهر ولا شهرين ديال العزو. الناس راه ما كترحمش، كيقولوا لك عاطينك فلوس خصك تجي تأدي معنا الواجب، لدرجه اننا نهار مات امي انا في الخدمه وجيت تدفنت امي ورجعت مشيت كملت للناس خدمتهم بدموعي في عينيا. والناس ما كترحمش، ما غاديش ترحمك، عاطيك واحد المبلغ ديال الفلوس. المهم بلا ما نطولوا في الموضوع بزاف، شكرا لكم بزاف على التعازي ديالكم، وشكرا لكم بزاف على الخوف ديالكم على الام ديالي. غير هو بغيت نوضح لكم باش ما تبقاوش غالطين بزاف، هو الا كان خاني التعبير في ديك اللحظه لان الدري اللي مقابل لاباج انستغرام مني، حيت هو كيعرف كنقول امي مني توفات وسمع ان الخبر ديال امي ماتت كتب امي في ذمه الله. نتوما كيسحابكم باللي ماما باقا في الحياه الله يطول في عمرها والله يخليها ليا يا ربي. ولكن راه حسبوا بان حتى اميمه راه ماتت مني مشات لي امي، حسبوني حتى انا راني احساسي مات، اولا بزاف د الحوايج عندي لداخل ماتوا ليا مني مات امي. حيت تقريبا نص فيكم عارف العلاقه اللي عندي مع امي اشنا هي. عندي واحد العلاقه بيني وبين امي علاقه حب، حيت فيها امي، فيها راجلي، فيها صاحبي، فيها ولادي، فيها اختي، فيها كل شيء. انني امي كاع من هاد الدواخر مني مرضات وليت كنمشي واخا ما كتعرفش بزاف د الحوايج، كنمشي
صافي هذا اخر ستوري غادي نحط لكم، غادي نقول لكم فيه الله يعطيكم احزان والله يعطيكم غير الافراح، وكنبغيكم بزاف والله يرحم لكم الوالدين. رحموا الناس شي شويه، رحموا الناس اللي ما عندها حد في كتافها، عندها غير الله واعوينها. لان الا ما خرجتش نخدم راه ما كاينش اللي يصرف عليا وعلى ولادي، وعندي مصاريف كتار ومصاريف كبار، ما كاين اللي يصرف لا على امي لا على ولادي. داكشي علاش انا خارجه نخدم. اليوم راه لقيت واحد الكميه ديال التعاليق لدرجه ان بنادم ولا كيدعي فيا الله يخلطك عليها، الله يفعل لك، الله يترك لك، الله يدير لك. ما خصناش نكونوا هكا. راه الا بنادم خرج يخدم راه ما عندوش علاش يجلس، راه خرج يخدم، والا راه عنده بزاف د الحوايج علاش يخدم، علاش يمشي يصور طرف ديال الخبز، حيت ما كاينش اللي يعطيه ليا. الا ما خرجت ضربت عليه تماره وجبته بدراعي راه ما كاينش اللي يعطيه ليا. وشكرا.